السلام بنات، كعاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نتقاسم معكم واحد الكتفه معضل على البنات اللي تتجي اكثر من رائعه. تتجي المريقه خفيفه ومعلكه في نفس الوقت. اما اللحيمه تتجي طيبه زبده وبلا كثره المقادير، وتيجي المذاق ولا اروع. كانت عندي واحد العراضه البنات، قلت نتقاسم معكم طريقه ديال الضلعه تتجي اكثر من رائعه، واهم حاجه هي سهله بالنسبه للمبتدئين. وتكون عندكم عراضه البنات او تعملوها لوليداتكم تتجي ولا اروع، ديال تحميره الوجه وسهله كما قلت لكم. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. خديت البنات الكتف ديالي، عندي مغسول ممسوح مسقطر. غادي نثقبوا من الجناب. انا البنات عندي هنا راه كانت عندي الضلعه كبيره ما شاء الله، ونقص منها باش يتسع لي في الطنجره هيداك، وما عملت وليت في الاخر بدلت الطنجره فتحته من جهه الكتف وغادي نفتح من جهه الضليعات. انا عندي هنا البنات راه فيها اكثر علين 5 كيلو، يعني 4 الكيلو من عبارتها و4 كيلو شي 800 غرام. كما قلت لكم ما شاء الله الحولي كبير، يعني كانت عند ضلعه كبيره جاتني كبيره بزاف وانا نقطع منها. تقبته من الجنب ومن الفوق ومن الجهه لتحت الكتف البنات باش من نعمل له العطريه تدخل لي فيه من الجواه كاملا. خديت واحد طبسيل كبيره البنات، عندي تما 2 معالق ديال سكينجبير حمرا، معلقه صغيره ديال زريعه القزبر، واحد 5 ديال الفصوص ديال الثومه اللي كبار هرستهم، عندي 2 حبات ديال القعقله، معلقه ونص ديال الخرقوم بلدي، وجوج معالق صغار عامرا ديال الفلفل اليبزر البنات او الفلفل الاسود. انا عملت الابيض اليبزر الابيض، لكن عندكم الابيض تيكون احسن باش يعني تيجي احسن. ومعلقه صغيره ديال السمن حاره البنات، وعملت تمايا عندي شويه الزعفران شعره، واحد 2 ضامات ديال الزعفران. هذاك 2 ضويمات ديال الزعفران عملتهم مع واحد شويه ديال خرقوم الشعره في كويز الماء صافي، وخويتهم على ديك العطريه ديالي البنات. صافي تندوب ديك الزبيده وتنخلط الشرميله ديالي مزيان، وغادي نمرمد مزيان ديك الكتفه، ندهنها مزيان ديك البلايص اللي تقبتهم ومن الداخل وكل شيء غادي ندخل فيهم ديك العطريه مزيانه البنات. كما قلت لكم يمكن لكم تعملوا عكس بوحدو او اللي تلعب بوحدو، اللي متوفر عندكم بهاد التتبيله هذه تتجي اكثر من رائعه. راه ما شاء الله جا طايب زبده تيدوب في الفم، والمريقه جات خفيفه غزاله البنات كما تشوفوا تنضخ نلبسو مزيان من الداخل ومن برا، يعني باش يتمرمدنا في ديك العطريه مزيان. انا خليته البنات واحد 2 ساعات ونص وطيبته. نتوما كل ما خليتوه كثر كل ما تيجي الجلد كثر، ولكن حتى ديك 2 ساعات ونص راه كانوا كافيين. خديت كما قلت لكم الطنجره هذه كبيره تهز لي 3 جدادات، ولكن ما هزاتو لي شي، يعني انا كنت اولا نطيب فيها وليت خديت البنات واحد الطنجر كبير عندي ديال اللي تيطيبوا فيه الفروحه، جبدته وعملته فيه، لان كما قلت لكم ما شاء الله راه الضلعه كبيره، يعني واخا نقص منها وبقات كبيره. خديت البنات واحد 2 غرارف ديال الماء طيبا، يعني طيبا عندي خويتهم عليها. رميت ديك 4 ديال العويدات ديال القرفه، لان ما عملتش قرفه غبره عملتها عواب، وشللت هذاك الطبسيل اللي كنت شرملت فيه الضلعه ديالي وخويته عليها، وعملت الطنجره السلوفان كما شفتوا غطيتها بالسلوفان ورديته على الفحم البنات. وانتم بغيتوا طيبوه على البوطه تنقصوا العافيه في الاول، تجهدوا عليها مجرد تغلى المرقه تنقصوا العافيه البنات وخلوه يطيب على المهل. خليته يطيب البنات فوق الفحم ودوزت نعمل معكم الشريحه. خديت الشريحه البنات كبيت عليها الماء سخون، خليتها واحد 10 دقائق يعني رطابت لي، وتنحيد لها ديك الرويز ديالها كما تشوفوا، وتنبرك عليها بصباعي باش تعوط لي، وتنعمل عليها الكركاع وتنحط في المقله. حطيتهم في المقله ديالي البنات كما تشوفوا. غادي نعسله، عملت كاس لارب ديال السكر، وغادي نعمل واحد 3 العويدات ديال القرفه، يعني ما تعملوهاش من الاحسن ما تعملوهاش في الشريحه غابره. عملت واحد كاس مع مرشي د الماء، وغادي نردها فوق النار البنات ونقص عليها العافيه وخليتها تتعسل على خاطرها.
تتجي هاد الشريحه مع الكركاع تتجي غزاله البنات. هذاك الكركاع حتى هو تيتحمر، تنبقى نهز ديك العسل ديال يعني ديك السكر اللي داب. عملت البنات البرقوق ديالي يتعسل، الطريقه راهي معروفه. وعملت اناناس حتى هو عملت فيه شويه ديال الماء، نص كاس ديال السكر، واحد عويد ديال القرفه، وواحد جوج وريضات ديال الفاديان، وخليته يتعسل على خاطرو البنات. تيجي هاد الاناناس بهذيك الماء ديالو البنات، لكن حيت معلب داك الماء ديالو خذوه وزيدوا عليه السكر كما شفتوا، وتيجي اكثر من رائع حتى هو. رجعت للحيمه ديالي لقيتها طابت الزبده البنات، حيد داك السلوفان، داك السلوفان البنات راه تيعاونكم على الطيب بزاف، راه بحال اللي عاملين في الطنجره الساعه. هنا كنت نعمل هذيك الجداد ديالي، كنت ندخلو باش نحمرو في الفران، هو اصلا طيبه في الفران البنات، راه باقي الطريقه عامله معاكم في القناه. خديت هنا الزبده البنات اللي دوبتها، حيدت لها داك الماء وعملت عليها واحد الضامه ديال الزعفران، وعملت البابي لورنو في الطاوه ديالي، وغادي ندهن داك الكتف مع الضلعه ديالي البنات. هو اصلا راه خايد اللون بلا قبل ما نحمرو في الفران. دخلته الفران البنات ودهنته مزيان، ديك الزبده ترطبو وتعطيه اللوين. المريقه اللي كانت في الطنجره خويتها في طنجره صغيره ورديتها خليتها تلبى لي على خاطر البنات. وندوزو نشوفوا الطريقه ديال التزيين. تيجي البنات اكثر من رائع. هاد الضلعه مع الكتف تتجي ولا اروع. كما شفتوا زينتو انا بالشريحه مع داك الكركاع البرقوق اللي عسلته، وعملت له داك اناناس اللي حتى هو معسل البنات، وخديت لاصوص ديالي. غادي نضيفها هيدا في الجناب، وغادي ناخذ شي مغرفه ونضيفها حتى من الفوق ديال الضلع البنات باش تزيد تبنو اكثر. جات هاد لاصوص كما قلت لكم خفيفه وفي نفس الوقت معلكه، وواحد اللذه فيها ولا اروع البنات، تجي اكثر من رائعه. الطريقه كما قلت لكم كما شفتوا طريقه سهله، ولكن تيجي اللذه بنين البنات ما تشبعوش منه. تيجي ديك اللحيمه فتيه، تيجي اكثر من رائع. نشكر لكم حتى نعيا وما فيه تحققوا هاد. كما قلت لكم كانت عندي عراضه عملت فيها الكتفه هذيك مع الضلعه، وعملت فيها الجداد اللي معمر بالشعريه الصينيه حتى هو جاء اكثر من رائع. كما قلت لكم يعني راه الطريقه عندي في القناه مصوره انا واحد جداده، ولكن انا عملت هنا 3 جدادات تيجي ولا اروع حتى هو ديال تحميره الوجه. ما صورش معكم في الحقيقه كل شيء. جات واحد العراضه غزاله البنات. كنت باغيه نصور معكم كل شيء، ولكن ضيق الوقت ومتى تكون بنادم يد وحده الله يحسن العون، يعني صعيب عليا باش نصور كل شيء وفي نفس الوقت عندي عراضه. تنتمنى الاقتراح اليوم يعجبكم، وما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم فضلا ليس امرا. وغادي نضرب لكم موعد حتى الفيديو قادم. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسلامه.